كلمتين سريعا كده عن اللي بيحصل في الكرة المصرية يعني مش عارف بصراحة. طلع الغرامة على نادي الزمالك 100,000 جنيه بسبب الجمهور. يعني انت كده بتقول للجمهور ان هو يعمل اللي هو عايزه ويسب اي لعيب ويخوض في عرض اي لعيب عادي كده. مش عارف بصراحة. يعني لايحة والأندية كلها موافقة بيها، بس انت المفروض عندك تغليظ للعقوبة وعندك حق. يعني عندك ان انت شايف مدى بشاعة الموقف. معرفش. يعني انت كده بتسمح ان الجمهور يسب اي لعيب ويخوض في عرضه وعرض اهله عادي جدا، ودي اساسا بيبقى عليها يعني ممكن ان انت ترفع قضية في حاجة زي كده وتتحاكم وتتحاسب في قضية سب وقذف. مش عارف بصراحة، المفروض الغرامة تبقى أتم من كده بكتير ومنع جمهور عشان يبقى فيه ضبط وربط في الرياضة المصرية بصراحة. يعني الحاجة التانية بقى زي ما قالك اللي بيقولك ان هو نادي قيم ومبادئ. هو المفروض ان انا اعرفه قيم ومبادئ ان انت ما تدافعش على القذايا اللي حصلت من جمهورك. لا، ده خارج بيقول لك ان هنرفع نعمل شكوى للاعلى للاعلام عشان شوبير. هو شوبير عمل ايه؟ انا اتفرجت على كابتن شوبير في الحلقه بتاعته ولا ذكر اي مشكله، ده بالعكس. يعني أنا مش عارف بصراحه، ما تلفظش بكلمه او وبيقول لك عشان خاطر بيعمل ضغينه ما بين الجمهور. انت اللي عامل الضغينه دي لما تسمح لجمهورك وتوافق باللي بيحصل ده. ما تعاقبش انت جمهورك وما تطلعش بيان ان انت بترفض الاشكال المقرفة من بيحصل من جمهور الزمالك دي. ده المفروض. الحاجة التانية بقى اللي هتكلم فيها واللي مش عاجبني بصراحة اليو ديانج. انا كمدرب يعني حط اليو ديانج وابني الفريق عليه. يعني انا مش عارف بصراحة. انت سمعنا ان انت معجب بيه ودايما انا كنت بوصي بيه ان اليو ديانج لازم يكون يكمل في الاهلي. طيب انت يعني ليه ما لعبتوش وليه نزلت احمد نبيل كوكا اللي احنا شايفين ان هو ناسي الكوره تماما؟ ما يجيش معلش فرضة رباط في رجل اليو ديانج. ده بالنسبه لي يعني اليو ديانج زي ما بيقول احطه وابني عليه الفريق. انا يبقى عندي احسن خط وسط في افريقيا لما يرجع امام عاشور، ديانج، امام، محمد علي، بن رمضان، شكرا. مفيش اي حد تاني. مروان عطيه احتياطي بس، وقفشه لما يبقى كويس. لكن اليو ديانج لو انا سبته بالشكل ده هو هيعوز يمشي، ولو مشي هبقى خسرت خسارة كبيرة جدا عشان مفيش حد في الدوري المصري يجي ربع اليو ديانج. فاتمنى ان يديله من الماتش الجاي ونفوق من الكبوة اللي احنا حاطين نفسنا فيها.